عنها، يا رب يكمل لها على خير يا رب وتقوم سليمة معافى. النهارده بقى يا حبايبي هنبدأ الفيديو بتاعنا بعزومة أختي حبيبتي النهارده عازمانا على الفطار. فبقى قمت لبست كده واتشيكت ولبست البالتو بتاعي لأن الجو ساقع جدا يا بنات النهارده. فكنت بجهز بقى كده قبل الفطار واتحركنا. هنا كنا في الطريق بقى يا بنات. هي قريبة مني مش بعيدة، فسنة وانتم طيبين وكل سنة وانتم بخير. روحت بقى يا حبايبي كده. أنا على طول بروح من أي عزومة ببقى عايزة أعمل حاجة حلوة يعني. اتغديت بره أو فطرت بره خلاص بقى فأنا عليا الحلو. روحت بقى يا بنات كنت عايزة أعمل كيك. فعملت كيك برتقان، هو خفيف وحلو أنا بحبه صراحة وجوزي كمان بيحبه. فعملت كده كيكة خفيفة لذيذة سريعة، ما خدتش 10 دقايق وكانت هشة وجميلة. ومن احلى الحاجات اللي انا بحبها اللي هي خفيفة، يعني الحلويات الخفيفة، وبحب سكرها يبقى خفيف بجد. في اليوم ده انا ما قدرتش اتسحر. يا دوبك بس كده اتسحرت حتة كيكة خفيفة مع حبة شاي ونمت، لان اليوم كان طويل قوي. وكنت راجعة بقى يا دوبك عملت الحاجة الحلوة وبجد تعبت يعني. ما قدرتش اعمل سحور بقى اللي هو السحور الشعبي، البيض والفول والطعمية، فكنت حابة برضو افصل النهاردة بحاجة خفيفة للسحور. بس يا بنات هنا كنت بقى بقطع الكيكة كده، كنت بعمل معاها فنجان الشاي بتاعي. هنا كنت بوريكم قد ايه الكيكة هشة وقد ايه لونها فاتح وجميلة، وبجد يا بنات كان سكرها حلو قوي وكانت مظبوطة قوي معايا. جربوها هتعجبكم قوي. هنا بقى كنت بوريكم بعد ما قطعتها. عملت الشاي بقى يا بنات. آه وتشجعوني بكومنتاتكم الحلوة اللي انا بحبها دايما وبرد عليها كومنت. بس بقى يا بنات وعايزاكم توصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، واللي لسه ما اشتركش في القناه وشاف الفيديو ده يا ريت تشتركي في القناه وتنوريني. يا بنات اخر حاجه بقى كنت عايزه اعمل عصير. كان عندي برتقان وكان عندي بنجر، فكنت حابه اعمل كده ايه يعني عصير صحي في نفس الوقت فيه فيتامينز كتير. فعملت بقى البرتقان مع البنجر، يعني كان عندي بنجر كده قطعت نص واحدة، وكان عندي برتقانية فقطعت اتنين، وهي عملت معاهم نص بنجراية. فادتني اللون الحلو ده كأنها فراولة، يعني اللي يشوفها هيحس ان هي فراولة بس هي مش فراولة، هي عصير برتقان مع البنجر. وكنت مقطعة بقى كده شرايح البرتقان دي وحط عليها البنجر. بجد يا بنات البنجر مفيد جدا 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 للجسم وللبشرة وللشعر ولكل حاجة وللجهاز المناعي بتاعنا. بجد البنجر من أهم الحاجات اللي بتحارب الكانسر والسرطانات، وحلو جدا للمناعة.